ونحط عليها شوية مية ونسيبها 10 دقايق تتفاعل معاها. هنا بقى بعد ما سبناها 10 دقايق بنحطها ونحط اللبن. سريعة جدا أنا. هنا بقى هنحطها في بولة تانية كبيرة شوية، وبعدين نحط المية ومعلقتين الزيت والمعلقة وعاء، وبنحط البيكنج باودر، يلا مش مشكلة، ونحط معلقة ملح، معلقة صغيرة. وبعد كده بقى بنحط الدقيق واحدة واحدة، ونعجن بالمعلقة كده، نحط ونعجن على حسب بقى الدقيق، لأن كل دقيق غير التاني. يلا حطينا كله، وهنروح رامين المعلقة ونعمل بقى ونعجن بإيدينا لغاية ما تبقى بالشكل ده. بعد كده بقى هنسيبها نغطيها لغاية لما تخمر. هنا بقى العجينة خمرت وبنفك منها الهواء، ونبتدي بقى نعملها كور صغيرة. مش عارفة يمين وشمال كتير او كده، نعملها بقى كور صغيرة كده بالشكل ده. وهنا لا سحر ولا شعوذة، خلصنا خلاص. نبتدي بقى نغطيها ونبططها. هنا بقى انا كنت عملت كام واحدة كده، بس كنت مفكرة ان الكاميرا بتصور، فهنا بقى عملت 2. ادي بنبططها بقى كده، بنحط لها شوية دقيق عشان لو بتلزق او كده. ونيجي نعملها زي رول كده، نلفها على بعضها كده، ولو مثلا من على الجوانب مش متساوية بالسكينة كده ونسويها. هنا عملت كمان واحدة، بنحط شوية دقيق ونبططها عادي خالص، وفي الاخر بنلفها رول كده. كده اهو، ايوه، شطورة شطورة. ونقطعها من الجناب، وبنحطها بقى في صواني، بس مش بنلزقها بقى جنب بعضها، بنحاول بقى نسيب فرق وعشان هي بتخمر تاني. هنا بقى بعد ما خمرت بنحط لها لبن. في ناس بتحط بيض، في ناس بتحط، ممكن تحط نسكافيه باللبن، بس مش بحب البيض يعني. ممكن احط له سمسم. وهنا ده التانية، الصينية التانية. وهنا بقى وهو في الفرن، وهنا بقى بعد ما استوى، بعد بقى لما بيطلع من الفرن بتديله مسحة زيت كده، بس يعني بتديله زي لمعة بس كده، وبنسيبه شوية. بعد ما يبرد بنحطه بقى بنعبيه في كيس ونشيله بألف هنا. وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.